في كل المباريات، بالرغم انه سي عبد الكريم بيرة النتائج ما راهيش يعني مع مستوى تطلعات تاع جمهور شبيبه سكيكدا. باش نرجع لناسيونال دو نعرج برك صافا طري سيري. نعم. باسكو انا سبق لي العام اللي فات طلعت مع بالعباس، العام اللي فات خرجت شامبيون تاع لا فاز روتور مع البرج، دونك سي توجور لا ناسيونال دو صافا cette année encore plus difficile. شباب اهل البرج اللي بدا معاهم محمد بيهوم. محمد بعدك كمان يلا ومن بعدك جاب منصور. بعدك انا شديت لا فاز روتور كامله. انا حكمتهم 14 في الكلاسمون، كملت بهم برومي في لا فاز روتور. نعم. مي من جانب اخر بالنسبه لشبيبه سكيكدا انا جي بري ليكيب لاني في لا 9 جورني. استعملنا لحد الان 1450 مينوت، استعملنا 25 joueurs. في 25 joueurs, dont 24 joueurs de champ. Et le troisième gardien هو اللي ما لعبش و U21 لا بارتي. لأسباب؟ لما تشوف انت 15 لاعب جابوهم في ديبيو دو سيزون، بعد ما انت طلعت نورمالمون كاين جوار اللي يقعدوا سي لي كادر دو ليكيب. الشوز اللي ما تندارتش. ليكيب بدات اون ديري ستادير لا بلوز اون روتار. دونك الجوار اللي جابوهم شكون اللي كانوا وراه؟ انا تاع قوس سي تري امبورطون. واسمح انا جو سوي تري ديريكت. يا دي كوريسبوندون في لا بريس عندهم يد في لو ريكروتمون، كاين سوا ديرون دي بسودو كدا عندهم يد في الريكروتمون، بوتيتر سيبور عندهم يد في الريكروتمون. كاين اللاعبين ما نلومهمش، سي فري كاين ضغط كبير على اللاعبين هادو، كو عندهم ان بوبليك اونور. سي ان غران بوبليك الي اكسترا اوردينار. كو راهو فاهم الوضعيه في الاول ما صرحوش، قالوا له تطلع. وراح تكلمت عن البوبليك سي عبد الكريم بيرة، باش نبقى نلقى مع شبيبه سكيكدا راح نستمع لمنسق تاع شبيبه سكيكدا ثم نكمل البرنامج تاعنا. أنصار شبيبة سكيكدا أو ما بات يطلق عليه بأنصار بلا حدود، نظرا لكثرة عددهم وتنقلاتهم الضخمة إلى أبعد المسافات. يصنعون الحدث دائما حبا في فريقهم الذي يمر بأسوأ وضعية له منذ عودته إلى الرابطة المحترفة الثانية. الفريق يقبع في الصف العاشر وليس بعيدا عن أول النازلين إلا ب3 نقاط فقط، فضلا عن الفراغ الإداري الرهيب بعد مشاهدة عهدة الديريكتوار وعدم وجود رئيس شيلي توكلوا له مهمة التسيير في المرحلة القادمة. هذه الوضعية أثرت كثيرا عن نتائج الفريق وعلى اللاعبين والطاقم الفني. بقيادة عبد الكريم بيرة ضيف حلقتنا اليوم، هدف خير هدد برمي المنشفة في حال عدم استقرار الأوضاع، وهو ما جعل الأنصار يتخوف أكثر على مستقبل فريقهم. قناة الزير اقتربت من عينة من الأنصار وسقطت لكم الانطباعات الآتية. حنا ليكيب عندنا جمهور، ما عندناش ليكيب كامله. طالب يا اخي حنا نطالبوا برئيس شرعي في ولايه سكيكدا. الحمد لله كاين الرجال يقدر يكون رئيس شرعي يحقق طموحات الانصار وطموحات تاع الولايه بيري اللي تساهل فريق كبير. حنا نطلبوا خاصه رجال سكيكدا، رجال سكيكدا اللاعبين القدم ورجال يكونوا الملاح هذوك لازم يقدموا الفريق. حنا في خطر كبير. الشيخ بيرة يجي يحكم على جسم هو مدرب غني عن التعريف، معروف على الساحه الكرويه. قال عبد الكريم بيرة في احدى الحوار تاعو انا نشخص الوضعيه تاع الفريق باش نقدر نقود السفينه هذه. اسكو المدرب بيرة عرف نقائص الفريق؟ اسكو تشخيص الوضعيه هذه يقدر يصوفي فريق بحجم شبيبه سكيكدا؟ لا نتاسف على الوضعيه اللي فيها شبيبه سكيكدا، يعني وضعيه كارثيه. ملي كنا نلعبوا مثلا على الصعود ولينا نلعبوا على باش ما نطيحوش. المدرب الاول اللي كان معنا مشي كان ما كذبش على الانصار، هضر لهم هضره الحقيقه، قال لهم بلي ما مشى وهما راهم غلطوا الناس، قال لهم بلي ناسيونال لازم نطلعوا ولازم حنا على بالنا حنا تبعنا ما على بالنا كاينش ما كاين. عبد الكريم بعد المباراة الأخيرة ضد جمعية شلف تاع محمد نعماني والانهزام تاع جمعية شلف، يعني كنت تقول أنه هذا هو المستوى نتاعنا، برغم أنه القدوم تاعك يعني لشبيبة سكيكدا كان من أجل يعني
تحقيق الصعود مع شبيبه سكيكدا يعني، ولهذا السبب يعني استقال المدرب اللي كان قبلك سي عبد الكريم. شوف انا العدد تاعي اللي وضعناه والاهداف اللي وضعناها كان 3 اهداف. هو نلعب لا بريمير بارتي دو شامبيونا سيتادير من لا بريمير لا 8 بلاس. حاجه ثانيه نحسنوا مردود الفريق. لا نحسنوا مردود الفريق. وحاجه ثالثه فريق اللي كاين دي فيريتي اللي قالوهم الجماعه باسكو راهم في الفريق بحد ذاته. لي فيريتي هذوما وشنو هما؟ انت باش تطلع هيكل روحك لما ما يكونش عندك ان وين تقدر دير ريونيون. لا ما يكونش عندك اداره يعني. سامحني الاداره راهي نعمل معها سي ان ديريكتوار. انا دوك 58 جور الديريكتوار اللي خلاص العام تاعو سي عبد الكريم. ما عليناش 58 يوم انا شخصت شخصت. والحلول واضحه. الحلول احنا اللي نطلبوها. المناصرين ما نكذبوش عليهم. المداد اللي موجود مشكور على الشيء اللي يمدوا. وماشي هو جا وحده جابوه، ولكن المنافسه ورات باللي الفريق هذا ضروري دعم وناقص. نكونوا صراحه ولازم وقت. حاجه ثانيه الصعود باش نفهموا عليه كاين هدف قبل تصعد هو تكسب البقاء نتاعك. تحوس على 36 نقطه. من بعد تقدر تهضر على الصعود. احنا كل فرق بريسيدي بالعباس مازال ما مانتوناتش روحها. لو كان هضرنا 36 بوان صح لازم نروحوا كما يقول لك بطريقه عقلانيه. امر ثالث مهم وشنو هو؟ اللاعبين الموجودين اذا كان فيهم محدوديه والناس استعملنا 25 لاعب حب يكون ما كاش استقرار. فريق يعجب في لالي 25 جوار سي ترو. لي بليسيور لي سانكسيون يا با دو ريغلومون انتيريور. فهم كان ريغلومون انتيريور الانسان يطبق اذا كان في هذا الحاله محمد. باش تقنع هذا الانصار ومن حقهم وما راهمش راضيين وبصح على بال كانوا دارين بكلش. اذا كان يكون تغيير اداره راح يكون مشكل كذلك. علاه يكون مشكل؟ اداره جديده لازم تتاقلم معنا وتتاقلم معها. انا نظن ماشي نضرب سي ان فيراج ديفيسيل. بيرا ولا سون بيرا باسكو انا جو سوي ان بروفيسيونيل اي بوي انا كي نشوف باللي ما نقدرش نجيب الهضمه وما نقدرش نوصل الاهداف نتاعي سي عبد الكريم يعني حبيت تقول انه تلعب صعود بشروط تدعيم شروط الوقت شروط اولا ولا ما في هذا الموسم الصعود بالنسبه لشبيبه سكيكدا. شوف الفريق كان في لا ناسيونال اماتور. يا ان ديبار ماسيف جوار وكاين ذهنيات وعقليات اللي لازم تتغير. اذا حبيت تصعد كاين امور اللي لازم تغير. اللي هي واش جاب انا كاين اللي ما فهمنيش في واحد الكلام واحد الوقت قلت صافي انا راني رايح ندير دي زاسيز محطوطه في لو كونتر باللي نعطيو دي كومبورتمون دون ايكيب كي فو ديفونير بروفيسيونيل. لا بونكتواليتي كاين امور اللي ابجديات تاع فريق اللي يقول انا راني نلعب الادوار الاولى. الفايده ماشي كي تطلع وتعاود تهبط. الفايده كي تطلع وتقعد. انت ولا ما عندكش الهياكل اللي لازم تكون عندك ان كابيني ميديكال بور لو ميدسان دي فيستير ان بيرو بور سو ريونير ان تيران تاعك. يا خويا نونضريني صبلوجيه انا ما نقدرش تيران سالو فيه كامل. ماتيريال بيداغوجيك حتى جيت انا باش جا ليكيبمون اللي يلبسوه اللاعبين حتى السمانه هذه باش جبناه. هذا الامور هذوما سامحني نقدر نقولوا انه الفريق نتاعنا اذا المناصرين حبوا يشوفوا فريقهم في المستوى الاول لازم ندوزوا على مرحله انتقاليه ونصبروا ونرسخوا هذا العادات اللي راح تخلي فريق يقدر يصعد وما يعاودش يهبط. الموسم الخريط الموسم الجاي زيد اللاعبين بحداتهم كي ريكروتي شوف اللي كان ديريير لو ريكروتمون. سي عبد الكريم اسمح لي طارق بقات لنا دقيقه فقط. كنت صرحت يعني هددت انك ترمي المنشفه انك تستقيل. هل راح تبقى على راس القياده الفنيه لشبيبه سكيكدا؟ نعطيك انا طاقم الفني تاعي كاين مدربين اللي ما خلصوش 5 شهور 4 شهور هذا لازم يتصفى. اللاعبين اللي راهم موجودين كاين اللي ما راهوش خرج 8 شهور اللي ما راهوش خرج شهرين لازم نصفيوه. اما باش نجيب وما صفيتش القديم
راح يزيد نعيش في مشكل واحد اخر في لافاز الرتور. ما عندوش الحق الاستقلال. لا الفريق يقدر يستخدم. نقدروا نستخدموا 3 لاعبين. وما يخفالكش انه سعد بيرة حبيت يعني جواب باش يفهم حتى المناصر تاع شباب سكيكدا، هل راح تبقى في شباب سكيكدا او تغادر شباب سكيكدا؟ لا اذا ما كان هذه الظروف والجو هذا اللي راني حابه انا راح نغادر اكيد. حتى من باب الاحترام نجلس مع رئيس النادي، كاين بيلون سورس واش خدمنا لي جوار كون دوا ريكروتي مي فوا سينير لا سيتواسيون باسيف. مي انا اون ريطار، انا درت لا في دو روت باللي لو فوندردي بروشان. لكن اليوم ما كانش رئيس، ما كانش رئيس على راس. اذا ما كانش ما نقعدش. واذا الامور مشات هكذا وطولت انا ما نقعدش، ما عرفتش كي تقعد انا ما راني. ونزيد نشكر اداره شبيبه سكيكدا، انا راني خالص 4 شهور. بصح شوف المدرب وراه لما يكون خالص 4 شهور ويخدم شهرين راح يرد. اما شوف النوادي طلعهم وتخدم فيهم ومازال سهل. واحد يتقياس. نعم ميساج كلير سي عبد الكريم بيرة، شكرا لك اللي جيتنا اليوم. زين الدين مكاوي نشكر المناصرين بزاف. المناصرين اللي يحتاجوا فريق على حجمهم. شكرا لك سي عبد الكريم بيرة. زين الدين مكاوي شكرا لك اللي جيتنا اليوم. نتمنى كل التوفيق للشباب قسنطينه. محمد